أهلا بيكم. أكيد في ناس كتير بتشتكي من نفس الموضوع. باقة الإنترنت سرعتها على الورق المفروض تكون ممتازة، لكن لما نيجي نستخدمها فعلا التجربة بتكون بطيئة ومحبطة. في الشرح ده هنحاول نفهم إيه الحكاية بالظبط وليه الإحساس ده بيتكرر. ده بقى السؤال المهم. كتير مننا بيقع في الموقف ده. نفتح أي موقع لقياس السرعة نلاقي الرقم اللي بيطلع لنا عالي وممتاز، لكن أول ما نبدأ نستخدم الإنترنت بشكل طبيعي سواء في الشغل أو اللعب نلاقي إن الوضع مختلف تماماً. السؤال ده هو اللي هنبني عليه كل كلامنا النهاردة. لو أي حد بيواجه المشاكل دي فده معناه إن في حاجة غلط. دي بالظبط الأعراض اللي بتدل على وجود مشكلة حقيقية، حتى لو الأرقام الرسمية بتاعت السرعة بتقول العكس تماماً. دي مشكلة شائعة جداً. طيب دي الخريطة اللي هنمشي عليها. هنبدأ الأول بإننا نكسر الوهم المرتبط بفكرة السرعة، وبعدين هنستخدم تشبيه بسيط قوي عشان الصورة توضح، وبعدها هنكشف عن الأسباب الحقيقية للبطء ده، وفي الآخر طبعا هنقول على شوية حلول عملية. تمام، خلونا ندخل في أول جزء وهما السرعة العالية. هنا هنوضح ليه الرقم اللي شركة الإنترنت بتروج له ده بيمثل جزء صغير قوي من القصة الكاملة. الحكاية كلها بتتلخص في المقارنة دي. الشركة بتبيع لنا حاجة اسمها باندويث أو سعة النطاق. ده مجرد رقم بيقيس كمية البيانات اللي ممكن تمر في الثانية، لكن اللي بنعيشه وبنحسه بيه فعلا هو التجربة. ودي بقى بتتأصل بعوامل تانية كتير ملهاش دعوة بالرقم ده قوي. وعشان نبسط الدنيا أكتر هنستخدم تشبيه هيخلي المفاهيم اللي جاية دي سهلة وواضحة. تخيلوا معايا إن اتصال الإنترنت ده عامل زي طريق سريع كبير. بس قبل ما نكمل في التشبيه مهم نوضح تعريف الباندويث ده بشكل دقيق. هو ببساطة السعة القصوى لخط الإنترنت. زي ما بنقول سعة الإزازة دي لتر، يعني ده أقصى حجم ممكن يشيله. مش معناه بالضرورة إن كل حاجة هتمشي بأقصى سرعة. هنا بقى الفكرة كلها بتوضح. ممكن يكون عندنا باندويث عالي، يعني طريق سريع وواسع جدا فيه 8 حارات مثلا، لكن السؤال لو الطريق ده مليان إشارات مرور بتقف كل شوية وحوادث ومطبات، هل العربية هتوصل بسرعة؟ الإجابة طبعا لأ. هي دي بالظبط قصة الإنترنت. دلوقتي بعد ما فهمنا الفرق بين الطريق الواسع وبين الرحلة السريعة، تعالوا بقى نتعرف على الأعداء الحقيقيين دول، أو يعني المطبات والحوادث اللي بتقابلنا على طريق الإنترنت. أول وأخطر عدو هو الليتنسي أو زمن التأخير. تخيلوا كده إن حد بعت رسالة. الليتنسي هو الوقت اللي استغرقه الرد عشان يوصل. ده بيقيس الوقت مش حجم البيانات، وكل ما الوقت ده يزيد كل ما التجربة بتبقى أسوأ حتى لو الباندويت نفسه عالي جدا. طب ايه الإحساس اللي بيوصل لنا لما الليتنسي ده يكون عالي؟ في مكالمات الفيديو مثلا لما نلاقي الصوت بيوصل قبل الصورة، أو العكس. في الألعاب الأونلاين لما ندي أمر للشخصية ونلاقيها بتستجيب بعدها بشوية، أو حتى لما نفتح موقع ونلاقيه بياخد وقت طويل عشان يبدأ يعرض المحتوى. العدو التاني هو فقدان البيانات أو الباكيت لوس. البيانات بتتنقل على النت في شكل حزم صغيرة. تخيلوا إن حد بيبعت بازل متقطع لواحد صاحبه وفي قطعة ضاعت في السكة، لازم يبعتها تاني عشان الصورة تكتمل. نفس الفكرة بالظبط بتحصل مع بيانات الإنترنت، والنتيجة بتكون تأخير وتقطيع في الصورة أو الصوت. وده غالبا بيحصل بسبب مشاكل في البنية التحتية، زي إن الكابلات تكون قديمة، أو إن الراوتر نفسه فيه مشكلة، أو ببساطة إن في ضغط كبير على شبكة الإنترنت في نفس الوقت، زي ما بيحصل بالليل في وقت الذروة. ودي نقطة مهمة قوي. مش كل المواقع والسيرفرات زي بعض. لما بنفتح يوتيوب مثلا احنا بنتصل بسيرفرات جوجل القوية والسريعة جدا، لكن لو بنفتح موقع تاني صغير ممكن يكون السيرفر بتاعه بعيد جغرافيا أو عليه ضغط مستخدمين كبير، وبالتالي التجربة هتكون أبطأ. هنا المشكلة مش من اتصال الإنترنت بتاعنا، لكن من المصدر نفسه. جزء كبير من المشاكل بيكون أصلاً جوه البيت. إشارة الواي فاي بتتأثر بأي عائق زي الحيطان أو حتى الأجهزة الكهربائية التانية اللي بتعمل تداخل. عشان كده دايماً بننصح إن الاتصال عن طريق كابل إيثرنت مباشر بيكون أحسن بكتير، خصوصاً الأجهزة المهمة زي كمبيوتر الشغل أو أجهزة الألعاب، بيكون أسرع وأكثر استقراراً. وكمان كل جهاز زيادة بيتصل بالواي فاي بيسحب جزء من السرعة. يعني لما يكون في 10 أجهزة شغالين في نفس الوقت طبيعي نحس ببطء. لكن الأخطر من كل ده هو الراوتر نفسه. لو الراوتر قديم هو حرفيا بيبقى عامل زي عنق الزجاجة، بيخنق السرعة كلها ومستحيل يوصل لنا السرعة الكاملة اللي بندفع ثمنها. طيب بعد ما عرفنا كل المشاكل والأعداء دول، إيه الحل؟ الجزء ده بقى هو الخلاصة. هنشوف مع بعض شوية خطوات عملية وبسيطة ممكن أي حد يعملها عشان يحسن من تجربة الإنترنت عنده. الحلول دي في المتناول وممكن تتعمل بسهولة. أول حاجة، لو في جهاز مهم زي بتاع الشغل أو الألعاب، الأفضل يتوصل بكابل إيثرنت. ده هيضمن استقرار وسرعة. ثانياً، مهم ندخل على إعدادات الراوتر ونتأكد إن السوفت وير بتاعه متحدث لآخر نسخة.
التحديثات دي دايما بتحل مشاكل. ثالثا، لو الراوتر عدى عليه 3 أو 4 سنين لازم نفكر بجدية في تغييره براوتر أحدث بيدعم تقنيات جديدة. وأخيرا، في الأوقات المحتاجين فيها أقصى سرعة نحاول نفصل الأجهزة اللي مش بنستخدمها عشان نخفف الضغط على الشبكة. وبكده بنوصل لأهم نقطة في شرح النهاردة كله. لازم نغير طريقة تفكيرنا في مسألة سرعة الإنترنت دي. الموضوع طلع مش مجرد رقم بنشوفه في اختبار سرعة وخلاص. هي دي الحقيقة. ممكن تكون سرعة الإنترنت 50 ميجا بس تجربة ممتازة لأن الليتنسي قليل ومفيش مشاكل تانية، وممكن السرعة تكون 200 ميجا والتجربة سيئة جدا. المعيار الحقيقي هو الإحساس وقت الاستخدام. هل كل حاجة شغالة بسلاسة وسرعة؟ هو ده المهم. وفي النهاية السؤال ده محتاج تفكير. المرة الجاية لما نحس إن النت بطيء، بدل ما نجري نقيس السرعة ونتضايق من الرقم، ممكن نبدأ نفكر في الأسباب الحقيقية اللي اتكلمنا فيها. هل المشكلة في الواي فاي؟ يمكن السيرفر اللي بنحاول نوصله بعيد؟ ولا يمكن جه الوقت اللي نغير فيه الراوتر؟ فهم الأسباب دي هو أول وأهم خطوة لحل المشكلة.